مين فينا زرع الافوكاتو وبعد ما زرعه العود ريح منه ومات؟ طبعا ان العود يريح منك ويموت الافوكاتو ده لعدة اسباب. لازم نبقى عارفين ان زراعة الافوكاتو ما هي الا اول سنتين من الزراعة، وبالذات وبالاخص اول سنة من الزراعة. الافوكاتو غير اي فاكهة انت ممكن زرعتها قبل كده في حياتك. الافوكاتو طبعا ده فاكهة استوائية وفاكهة حساسة جدا في الزراعة. طب اعمل ايه طيب عشان شتلة الافوكاتو ما تموتش معايا؟ اول سؤال، هو الافوكاتو بينفع يتزرع في مصر؟ طبعا الافوكاتو بينفع يتزرع في مصر، وناس كتير زرعته في القليوبية ونجح معاهم، ربنا يبارك لهم. وانا بنصح بزراعة الافوكاتو. بس عشان تزرع افوكاتو تمام، اول حاجة الافوكاتو بيحب التربة الرطبة عشان تبقى فاهم، بس ما بيحبش زيادة المية عشان تبقى عارف، لان جذوره حساسة جدا لعفان الجذور اللي بتسببها زيادة المية. تاني حاجة، الافوكاتو حساس جدا في بداية زراعته اول سنة او اول سنتين للشمس المباشرة. السبب الرئيسي اللي انا شايفه ان الناس كلها كل ما تزرع افوكاتو يموت منهم وهي الشمس المباشرة. طب انا عايز ازرع افوكاتو وما يموتش مني، تعال اقول لك تعمل ايه. انت ممكن تزرع عود الافوكاتو بس تجيب له حصيره بوص نص متر تلفها حوالين العود، وتحاول باي طريقه انك تمنع الشمس عن العود، بس اوعى تستخدم البلاستيك او الشكاير لان ده مش افضل حاجه. طب استخدم ايه؟ ممكن تستخدم جريد النخل. لو عايز حاجه رخيصه وببلاش حرفيا تحافظ لك على العود، تستخدم جريد النخل. استخدم جريد النخل ازاي؟ العود طبعا انت هتزرعه، بداية ما هتزرعه هتروح لافف حوالين العود بجريد نخل وتغطي العود اول سنة وتحميه من الشمس. بعد اول سنة او اول سنتين من الزراعة بيكون طبعا العود جذره ضرب في الارض وجذوره امتدت في الارض، فده طبعا بيخلي العود يقاوم الشمس اكتر، وطبعا الاجهادات ما بتأثرش عليه لان جذوره امتدت في الارض. تاني حاجة، بعد سنة او سنتين من الزراعة الافوكادو بيبتدي يطلع ورق من جنابه والورق بتاعه بيكتر، فطبعا الورق ده بيغطي على الساق الرئيسية وبيحميها من ضربات الشمس، وبالتالي الافوكادو معانا ما يريحش وما يموتش. نقطة تانية هقولك عليها لو انت مش مهتم او ما بتروحش الارض على طول او ارضك بتنشف على طول، طبعا الافوكادو بيحب التربة جيدة الصرف عشان نبقى عارفين. ممكن نغطي تحت الافوكادو بالتبن او بقش الرز عشان نحفظ الرز.